اهلا وسهلا بكم يا شباب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وحلقه جديده في قناتنا وقناتكم محمد علاء. النهارده هتكون حلقه انا عايزك تتفرج حرفيا من اول ثانيه في الفيديو لحد اخر ثانيه في الفيديو، لان النهارده انا هجاوبك على اهم سؤال بيخطر في بالك. ازاي اعرف ان قناتي ماشيه كويس؟ ازاي اعرف ان قناتي ماشيه صح؟ اعرف منين ان القناه بتاعتي انا بأدي فيها صح وافضل ماشي على نفس النهج والوتيره اللي انا ماشي بيها، وبالدليل ويعني وفي اخر الموضوع ان قناتي هتنجح؟ اعرف منين ان القناه بتاعتي ناجحه؟ وخد بالك ما تستعرش ابدا من عدد السبسكرايبرز اللي عندك. انا عندي 45 مشترك ومش زعلان خالص ولا اي حاجه. طب واكبر دليل انا بتلاقيني بتكلم مبسوط ومندفع ليه؟ لاني ببساطه شديده ما عملتش تبادل اشتراكات. الحمد لله رب العالمين، ما فيش اكونتات فيك جم اشتركوا لي. تمام، ما اشتريتش مشتركين، ما اشتريتش ساعات، حتى وان كان العدد قليل بس انت جايبه بمجهود وشرف، فاهم؟ وناس حقانيه بتتابعك. انا عندي 45 واحد بيتابعوني احسن ما يكون مكتوب عندي في القناه 100,000 متابع وكلهم فيك. فهمت الفكره؟ فما تستعرش ابدا 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 من عدد السبسكرايبرز عندك في القناه ولا الساعات ولا اي حاجه. انا زي ما قلت لك في 100,000 فيديو قبلها، ان هي بس بتبقى محتاجه وقت مش اكتر. نرجع بقى لموضوع الحلقه بتاعتنا. ازاي، معلش انا اسف، ازاي اعرف ان القناه بتاعتي ماشيه كويس وان هي في تقدم وكده؟ بص يا صاحبي، اول حاجه عشان تعرف انت لازم توصل لحاجه اسمها احصائيات القناه. احصائيات القناه دي ممكن تجيبها من الكمبيوتر، ممكن تجيبها من التليفون، وانا اخترت ان اشرحها على التليفون بحيث ان في ناس، او الكمبيوتر معروفه جدا يعني، ما ممكن سكرين شوت يظهر لك، يكون في ظاهر، او ممكن لو انت جيت تدوس على القناه بتاعتك، صوره القناه بتاعتك هتلاقي ظاهر عليها كلمه احصائيات، دوس عليها، ده في الكمبيوتر. هنا بنفتح برنامج اسمه واي تي ستوديو، اللي هو يا جماعه التطبيق ده نطلع بره خالص. تمام، ده تطبيق يوتيوب مخلينا نحمله من منصة اليوتيوب نفسها، بنقدر من عن طريقه نشوف كل حاجة، واظن ان 99.9 منكم عارفين التطبيق ده. المهم بدوس هنا على خانة الاحصائيات. تمام يا محمد، بص بقى يا صاحبي، انا الاحصائيات بتاعتي الاسهم اللي موجودة قدامك دي، ايه الكلام الغريب ده؟ ركز معايا. طول ما انا المشاهدات عندي جنبها سهم اخضر وباصص لفوق او طالع لفوق كده، انا ماشي زي العسل. وكذلك في عدد الساعات، طول ما عندي السهم باصص لفوق يبقى عندي زي العسل. حلو الكلام. طيب ازاي اخلي السهم ده يرتفع وما يرخمش عليا؟ تمام، لان السهم ده لو منخفض اعرف ان انت ماشي غلط. ليه؟ هشرح لك بالمثال العملي اكبر. بص يا صاحبي، لو جينا للقناة دي منذ تاريخ التحميل، هتلاقي زي ما انت ما شايف من يوم 8/9 لحد يوم 18/10 القناة حرفيا تقريبا ما اتحطش عليها غير فيديو ولا فيديوهين. شايف السهم نازل ازاي؟ وانا لما كنت بخش على احصائيات القناة كنت دايما ما بلاقيش، يعني السهم ده كان على طول ناس، كان مستحيل يطلع، مستحيل. عارف يعني ايه؟ من النادر جدا انه يطلع، مستحيل. ليه؟ لان ما فيش زيادة في المشاهدات. هو انت كل يوم صفر مشاهدة صفر مشاهدة. ايه السبب؟ هو عدم تنزيل المحتوى باستمرار. لما نيجي بقى يا صاحبي لاخر 28 يوم، ودايما لما انت تيجي تبص بص لاخر 28 يوم، بص بيقول لك ايه؟ ارتفاع بنسبة 3451% عن ايه؟ عن الايام اللي هم ال 28 يوم اللي قبل دول بالظبط. لو جينا اخر 90 يوم بص هتلاقي ان ال 28 يوم اللي هو كان ظاهرهم لي، هتلاقي ان هم الجزء اللي هو عند الاشاره اللي انا مشاور عليها دول هم اللي مرفوعين. تمام، هم دول النسبه 3000% اللي بيقول لك عليهم. دايما لما تيجي تبص الاحصائيات قناتك بص لاخر 28 يوم كويس جدا. زي ما انت ما شايف بفضل الله ان نشر المحتوى الكتير، وانك تنشر كل يوم على ما لا يقل عن فيديو، او كل يومين يا عم فيديو لو انت الدنيا معاك. ساعات انا صراحه بكون مشغول يعني، فبقى ممكن مثلا انزل فيديو يوم لا، بس بحاول على قد ما اقدر ما اقطعش في القناه نهائي. تمام. تمام. على العموم برضو معلومه سريعا، لو عدى 60 يوم او 90 يوم انا مش متذكر صراحه، لا لو عدى 6 شهور على القناه بتاعتك من غير ما تنزل ولا فيديو، لو انت محقق ربح عندك في القناه، طبعا انت احصائيات القناه كلها بتتدمر بتموت. تمام، احصائيات القناه عندك كلها بتتدمر وبتموت. حلو. لو انت بقى مفعل ربح في القناه بتاعتك، الربح عندك بيقف نهائي. فهمت الفكره؟ فالنشر المحتوى مستمر ده زي ما انت ما شايف بيخلي دايما عندك القناه، يعني الله اكبر، بتلاقي دايما مرفوعه وزي الفل.
حلو. وطبعا محتوى، ممكن فيديو واحد يفضل هو اللي مشغل لك القناه. لو جينا نشوف عند اللي هو ده افضل فيديو عندي في القناه، بص هو جايب لي كام ساعه اصلا هو لوحده، هو جايب لي غالبا 64 ساعه، انا عندي في القناه كلها 70 ساعه. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت افضل انشر في فيديوهات كتير، فيديو واحد منهم هيطب. ما هو هي ملهاش حل غير كده. فهمت الفكره؟ فعشان تعرف انت ماشي صح ولا لا، بص في احصائيات القناه بتاعتك، ولما تلاقي السهم الاخضر ده او السهم ده مخضر وباصص لفوق، اعرف ان انت كده يا باشا ماشي زي الفل والدنيا معاك زي العسل. تمام. وكذلك في الساعات والمشتركين، كده كده ما بيبقاش فيها اسهم، لان ما فيش حاجه اسمها مشتركينك مرتفعين او منخفضين. بس ممكن يقارنهم لك باخر فتره، يعني هو ممكن يقارنهم لك مثلا اخر 7 ايام مش عارف ايه، فيقول لك ان في مثلا ارتفاع بنسبه 89%. حلو الكلام. هو بيقارن لك بس باخر ايام، لكن مفيش عمرك ما تلاقي في المشتركين دي هنا في سهم اخضر باصص لفوق او لتحت، لان هي ملهاش مقياس. فاهم؟ لكن الساعات بيبقى ليها مقياس، والمشاهدات بيبقى، ودي اهم حاجه تركز عليها، المشاهدات والساعات. هي قناتك هي احصائياتك من الاخر. انت عايز تعرف قناتك ماشيه كويس ولا لا، هتلاقي من الاحصائيات. بس هي دي الفكره وما فيها. وبكده يا جماعه تكون حلقتنا انتهت. اتمنى اكون جاوبتكم على اهم سؤال، اللي هو انا ماشي في القناه صح ولا لا. ولو انتوا حابين اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر، فاكتب لي افكار فيديوهات تحت في الكومنتس، او لو عندك اي سؤال اكتبه. ولو لقيت ان السؤال ده اجابته طويله، ممكن اعمل لك عنها فيديو، مفيش اي مشكله. في رعايه الله يا شباب، سلام عليكم.